الجزء ده متصور بعد اللي انتوا شفتوه ده بيوم. عايز اقول لكم ان انا عندي مشكله مع الزبده، لو الزبده مش اصلي ومش نظيفه بتعب منها، بيجي لي بقى اسهال وممكن اتعب، ممكن اقعد لي يوم ولا اتنين عندي مغص في بطني والدنيا بايظه. فتقول لي بقى ليه انا بصور الجزء ده وليه ما صورتوش امبارح ما اللي انتوا شفتوه من شويه؟ عايز اقول لكم ان انا كنت عايز اتاكد ان الزبده اللي مستخدمينها زبده فعلا طبيعيه وجميله. كتير ممكن تجيب فطير او كحك وبسكوت او حاجات من اللي هي المفروض بتكون معموله بالزبده وتروح تجيبها يقول لك ده معموله بزبده فلاحي اصلي وبتاع والكلام من ده، تيجي تاكلها تلاقي بطنك تتعبك ويجي لك اسهال بقى ومغص وحاجات كتير كده. انا اتعمدت اصور لكم الجزء ده بعدها بيوم عشان اقول لكم كنت تعبت ولا فعلا الزبده اللي مستخدمينها زبده فلاحي نظيفه مش اي كلام وخلاص. عايز اقول لكم ان فطيره وحدوته نجحوا في الاختبار والحمد لله ما تعبتش نهائي، بالعكس الاكل كان جميل وحلو وكنت مستمتع بيه جدا. وكلت منه تاني النهارده بالنهار، عملت تاني فطيره السجق وفطيره الجبنه وكلت منها تاني، حاجه روعه وخطيره والحمد لله مفيش اي تعب، الدنيا تمام وبطني مرتاحه الحمد لله. حابب اشكرهم ان هم صادقين في كلامهم، وفعلا المخبوزات بتاعتهم سواء كان القرص او الفطير معمولين فعلا بزبده اصليه نظيفه وفلاحي مش مغشوشه. فحابب اشكرهم جدا 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 واقول لهم استمروا. اي حد جنبهم ونفسه يجرب الفطير او القرص مرشحهم ليكم بشده، جربوهم ان شاء الله مش هتندموا وهتطلبوا منهم مره واثنين وثلاثه تاني ان شاء الله. خطير السندوتش ده. صل على محمد، 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 صل على محمد.